الحاجات اللي شفتها مفزعة في القصة بتاعت آية عادل ان السيناريو ده شفناه اتكرر كتير الفترة اللي فاتت. طول عمرنا بنقول العنف الأسري أسبابه قلة التعليم، قلة الوعي، الطبقات اللي عندها إمكانيات قليلة فبيطلع من الغضب على الأسرة. بس اللي احنا شفناه في الفترة اللي فاتت دي، الرجالة اللي طلع منهم عنف اكستريم هم ناجحين جدا في شغلهم، هم متعلمين كويس جدا ومن أسر كويسة، ومفيش عندهم أي أسباب من اللي احنا دايما بنشوف ان هي سبب العنف ده. طيب ده شيء مقلق جدا لما تبقى واحدة داخلة في علاقة. ايه الريد فلاجز اللي تبص عليها عشان تعرف ان الشخصية اللي معاها دي مش شخصية عنيفة؟ اول حاجة مقلقة فكرة اللاف بومبينج في بداية العلاقة، اللي هو من الاول تلاقي هدايا كتير قوي ومكالمات تليفون كتير قوي وليفل من الاهتمام مش متناسب مع الفترة اللي عرفتوا بعض فيها. في حاجة غلط، في حاجة باينة too much او it's too good to be true. هيفضل بيعمل كده لغاية لما تبقي obsessed بيه. بعد كده هيبتدي يسحب الاهتمام ده بالتدريج، فانت هتبتدي تشكي في نفسك، هو انا فيا ايه غلط، هو انا عملت ايه، فمبقاش بيهتم زي الاول. ومن هنا بيعرف يسيطر على الضحية. عامة الشخصيات اللي بيطلع منها عنف كده بتبقى شخصيات نرجسية، فاللي معاه ده بيبقى فعلا ضحية. تاني حاجة بيبقى الشخصية دي ما بتعرفش تحترم حدود الناس، ولا هيحترم حدودك ولا هيحترم حدود الناس التانية. فدي من الصفات اللي عمرها ما بتتغير في شخص. فلو حد مش بيحترم الحدود بتاعتك عمره ما هيحترمها، ما تقوليش هو هيتغير. وهو عامه الشخصيه النرجسيه عمرها ما بتتغير، يعني في ناس كتير قوي عندها مشاكل ممكن تشتغل عليها، الا الشخصيه النرجسيه عمره ما بيتغير. فاول ما تلاقي الساينز دي اجري، لانه بعد كده الخروج بيبقى اصعب بكتير. الحاجه التانية اللي بتبقى مقلقه جدا الغيره المبالغ فيها او الغيره المرضيه، اللي هي بتوصل البني ادم يبقى منعزل، تقطع علاقتها بده، ما تكلميش ده، ده بصيلك ليه. كل الحاجات اللي هي مبالغ فيها بتبقى ساينز ان الشخص مش مظبوط، يعني منتلي مش مظبوط. الحاجه اللي بقى ناس كتير ما بتاخدش بالها منها الهزار او الكلام اللي ما بين الكلام اللي بيبين المعتقدات، واوقات بنفتكره هزار. يعني نسمع مثلا عن حادثه تحرش حصلت فتلاقي حد بيقولك ما هي تستاهل، هي اللي عملت في نفسها كده، هي اللي جابت، هي اللي لابسه لبس يخليها الناس تبص لها كده. او واحد مثلا كان عنيف مع واحده، قصه عن كده تلاقيه واحد بيقولك ما هي عصبته بزياده. الشخص اللي دايما بيحط المسؤوليه على الناس التانية هو قدام نفسه ما بيشيلش مسؤوليه افعاله، ده يتقلق منه. الشق التاني ليه بنلاقي ستات زي الفل، يعني تشوفيهم والناس يعرفوهم، الناس تقولك ما فيهمش غلطه، يفضلوا مستمرين في علاقات ابيوسف. اولا هو بيشتغل على ان هو يقلل ثقتها بنفسها، وبيحسسها ان الخروج صعب جدا، واوقات الستات بتخاف من العنف اللي ممكن يطرأ منه لو حاولت تسيبه. في المواقف اللي زي دي ان واحده تطلع من علاقه زي دي لازم يبقى بلاند، يعني لازم تبقى seeking support يكفي من بره عشان تضمن انها مش هتتعرض لعنف لما تسيب العلاقه. واي حد محتاج support I hope ان اي حد يشوف الفيديو ده يكون محطوط في مشكله زي دي يلجأ لمساعده، لانه الموضوع لما بيتسكت عليه بيوصل لمراحل بيبقى اوقات ما فيهاش رجعه. اتمنى محدش يمر بحاجه زي دي. بليز شاركوني في التعليقات ايه الحاجات اللي انتم مقتنعين ان هي بتخلي حد ممكن يطلع منه الليفل ده من العنف.